أهلا بيكم، معاكم مروة صالح وشخصية مؤثرة. شخصية حلقتنا هو عالم له تأثير كبير في الفضاء، علم رواد القمر واختار لهم مواقع الهبوط عليه. هو الدكتور فاروق الباز. أطلقت وكالة ناسا الفضائية اسمه على كويكب بالفضاء، وده تقديرا لدوره البارز في الوكالة، بداية من مشروع أبولو لاكتشاف سطح القمر في منتصف الستينات، وتصوير الأرض من المدار على رحلة أبولو-سيوز الأمريكية الروسية المشتركة. وبتعتبر دي المرة الأولى اللي يطلق فيها اسم عالم مصري على كويكب بالسماء. اتولد العالم المصري في مدينة الزقازيق، وحصل على بكالوريوس علوم الكيمياء والجيولوجيا في جامعة عين شمس، وعامل في وكالة ناسا خلال برنامج أبولو بين عامي 67 و 72، وكان أميناً عاماً للجنة اختيار مواقع الهبوط لبعثات أبولو، والباحث المسؤول عن الملاحظات المرئية والتصوير، ورئيس مجموعة تدريب رواد الفضاء. الدكتور فاروق له أبحاث عن الصحاري في إفريقيا وشرق الأوسط والصين، من خلالها حاول معرفة نشأة الصحراء وتطورها. حصل على العديد من الجوائز، أهمها جائزة الإنجاز لأبولو التابعة لناسا، وميدالية الإنجاز العلمي الاستثنائية، وشغل مناصب رفيعة زي منصب مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن، وقبلها شغل منصب نائب رئيس للعلم والتكنولوجيا في مؤسسة أتك لأجهزة التصوير بمدينة لكسنغتون. وقام الدكتور الباز بتأسيس وإدارة مركز دراسات الأرض والكواكب في المتحف الوطني للجو والفضاء بواشنطن، وكمان عامل كمستشار علمي للرئيس السادات. وفي مؤتمر صحفي للدكتور فاروق الباز ذكر إن كل ما وصل إليه من مرتبة علمية بيدين منه بالفضل لزوجته ووالدته، ونصح الجميع بالتعلم مهما بلغت درجاتهم العلمية والمرحلة العمرية اللي وصلوا إليها. كنت معكم أنا مروة صالح وشخصية مؤثرة.